السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم طبقنا راح نسوي مقلوبة العراقية. طبعا كل سهلة وبسيطة. أنا ما راح أسويها اليوم بالدجاج، راح أسويها باللحم. هي تصير بالدجاج باللحم كيفكم، حتى بالسمك تصير. عندي أنا هنا، مرت أطول عليكم الفيديو، عندي هنا أنا بتيته، هاي بطاطا قليتها، وهذا باذنجان قليته، وهذا أنا نقعت تمن رز، وقلية الطماطة والبصل والفلفل، وحضرت بصل مثروم وثوم. وأني هسه سالقة اللحم، تابعوا الطريقة وياي. هذا اللحم ديفور أني سالقته، وراح استفاد من المي مالته للتمن. بنفس الطاوة اللي قليت بيها البوتيتا والباذنجان والخضروات راح أسوي التمن الرز. طبعا أني هنا هذا الجدر على النار، راح أضيف الزيت اللي قليت بيه، ينطيني طعم ونكهة، وبنفس الوقت أضيف له زيت بعد شوية. هاي ضفت له زيت، راح أضيف البصل يحمس، وأضيف شوية ثوم وياه. هذا الثوم طبعا أنا ما أريده يحمر، أريده بس شوية يذبل. راح أضيف المعجون يحمس وياه. التمن ما أسوي كلش لونه يعني أحمر صارخ، راح أسويه وسط، خليهم يحمسون دقيقتين. طبعا الريحة تجنن، بس لأن هذا الزيت أنا خليت بيه الخضروات. هسه حضيف الرز، حضيف له ملح لأن أنا ما مخليه على اللحم بعدني ملح. أقلبهم شوية. راح أضيف المي مال الدجاج، العفو اللحم، العفو. هذا ضيف مي لحم ينطي طعم ونكهة كلش طيب. طبعا هذا الرز بزمتي أنا مسويته، انتو كيفكم، أي رز متوفر عندكم سووا، يعني لا تتقيدون. هذا الرز عندنا، أنا راح أعيفه تقريبا، هو رز البزمتي ياخذ تقريبا نص ساعة، راح أعيفه يتهدر على راحته. هذا الرز طبعا نشف المي مالته، راح هسه اني هدرته، طبعا خليته على مهداره، نعيفه ربع ساعة ويكمل ان شاء الله. هذا الرز كمل عندنا طبعا. هذا واني هنا دا احمس اللحم، راح اضيف عليه الخضروات. هسه راح نضيف عليه الخضروات، هنضيف البصل والفلفل، ضفنا الطماطة هماتين وياهم، راح نضيف السلعة البطاطا نضيفها. ضفنا البطاطا، طبعا نضغط، احنا نضغط هالشكل. هسه راح نضيف الباذنجان، نضيف الباذنجان عليهم. ضفت الباذنجان واضغط هالشكل عليه. راح اوزع الثوم، واضيف التمن فوقاهم. طبعا حنضيف الرز عليهم.
قبل كل شيء اني طلعت مي مال لحم، قلت اضيفه وياه. عندي هذا مي اللحم اضيفه عليه حتى يتهدر براحته، واضيف اتم الرز عليه اكمله. طبعا خليته نضغط عليه هالشكل، ونغطيه لمدة يعني 10 دقائق ربع ساعة. طبعا هاي المقلوبة مالتنا جهزت، راح نقلبها. أنا أخاف أقلبها، أكو ناس للمهمات الصعبة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هاي المقلوبة مالتنا. هسه راح نطلع اللحم طبعا من الجدر لين لاچع. بسم الله ماء اللحم لاچع. هاي المقلوبة مالتنا جهزت طبعا. بسم الله ما شاء الله، شكلها يجنن، روعة. أتمنى الفيديو عجبكم، وطريقة المقلوبة العراقية عجبتكم، نالت رضاكم. جربوها وشوفوها سهلة. أشوفكم على خير فيديو جديد إن شاء الله. أنا شيف سحر. لا تنسونا باللايك وشير ودعم القناة. مع السلامة.